تخيلت ان تامر حسني وعمرو دياب كانوا مع بعض في الفصل، وهما الاتنين ما كانوش دافعين المصاريف بتاعة المدرسة. فبيدخل قالهم حد من الحسابات. فطبعا تامر رياكشنه هيبقى كده اول ما يشوف الحد بتاع الحسابات. هيقول لتامر بقى قوم اقف. تامر هيقول له كده بالظبط. انا امال امي قوم اقف. طب يا عم تزعل ليه بالراحه. نعم يا عم عايز ايه؟ ما دفعتش المصاريف ليه؟ يا عم عادي بقى ادفعها بكره بعده. يا ابني بقول لك ما دفعتش المصاريف ليه؟ يا عم ادفعها يا عم في ايه؟ الله، انت كل يوم تقول لي الكلمتين دول ولا انت اصلا مش ناوي تدفعها؟ عارف، انت عمرك ما تحس اللي انا حاسه ده دلوقتي. عارف ليه؟ لانك عمرك ما اتحطيت في مكاني. مش معنى ان انا هدومي مقطعه يبقى انا مش عارف ادفع مصاريف. ان شاء الله بكره هدفعها، هديلك على الجزمه. عمرو دياب ما دفعتش المصاريف ليه؟ هو انا تقريبا كنت دافعها في شهر ديسمبر او نوفمبر، انا مش قادر افتكر. ولكن يعني خليني على يوم الاحد اللي جاي. يوم الاحد ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ الله، ده انت غريب قوي. هو ايه اللي يوم الاحد ويوم الاثنين؟ انا حر يا اخي. ده ناس غريبة قوي من الحسابات. ايه يا تامر الكلام ده؟ يا عم عادي 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 يا عمرو، عادي كبر دماغك. عيل اهبل. تحترم نفسك يا ابني، احترم انت نفسك يا عم، في ايه؟ لا لا، ثانية واحدة يا تامر. انت عايز ايه يا عم؟ اطلع بره بقى، ده انت غريب قوي. طلعوه بره.